بسم الله، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ احلى اصحاب واحلى اخوات واحلى بنات ليا. ربنا يبارك فيكم يا رب، وبحبكم في الله، والله العظيم بحبكم في الله. النهارده بقى الفيديو بتاعنا برعاية ام يحيى. النهارده مرات ابني عازمانا على الغدا، وعامله لنا احلى غدوه انا بصراحه بموت فيها. اكله في منتهى الجمال والطعامه، وفي نفس الوقت في منتهى البساطه، مش مكلفه خالص. هي احنا جايبين اكتاف، يعني انت تشوفي الغدا بقى تقول ده ايه، ده حاجة، ده مكلفين وعاملين ومسويين. لا والله، ده غدوة بسيطة خالص، مش الغدا كله مش جايب 100 جنيه تكلفة. احنا جايبين 2 كيلو كتاف، طبعا احنا عارفين الكتاف بالاجنحة دي، وعاملين جنبه اللي هو الرز البسمتي. عملنا بس قطعتين برجر فراخ عشان خاطر الاطفال الصغيرين. وعملنا حاجة حلوة للولاد والكاتشب بقى والحاجات دي. وكان غدا رهيب، والله كان رهيب. يلا بينا بقى كده واحدة واحدة نشوف الجمال ده كله اتعمل ازاي، بكل تتبيلاته بكل حركاته، وان شاء الله نعمل احلى غدا. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أتنا من فضلك ورحمتك، فإنه لا يملك إلا أنت. النهارده يا جماعه باذن الله الولاد جايين، مرات ابني والولاد جايين، هي عازمانا النهارده على الغدا وجايبه كل حاجه معاها وهي جايه. فانا قلت ارتب معاكم شويه حاجات كده، ارتبها معاكم على ما الولاد يجوا بقى، والهيصه والزمبريطه واليوم الجميل ان شاء الله. انا جايبه هنا دي طقم تلاجة، قلب تلاجة، تحفه تحفه تحفه. واحلى حاجه عجباني فيه احجامه كلها من الكبير للصغير، والله ما ليها حل. العلو بتاع البوكس نفسه فظيع، يعني انا العلب الغويطه دي للتلاجة انا بعشقها، يعني بموت فيها. بصوا الاحجام بتاعته من الكبير للصغير، احجامه خطيره خطيره خطيره. خامه تحفه، سعره تحفه، والاربعه ملهمش حل. يعني جمال جدا. اهو بصوا الاربع احجام في منتهى الجمال، ويعني استعمالاتهم مية مية وخطير. ده الطقم ده الاربع احجام. بصوا العلو بتاعه قد ايه، بسم الله ما شاء الله عليه. وده اكتر حاجه عجبتني فيه، ان هو عالي وجميل قوي. دول الاربعه، الطقم على بعضه ب105، والله ما يسوى ولا خامته ولا السمك بتاعه ولا علو ولا جمال ولا احجامه، في كل حاجه بصراحه يجنن، تحفه تحفه تحفه. بصوا انا احب الحاجات العاليه دي قوي. هنا انا جايبه 2 كيلو جبنه قريش، من البنت اللي بتجيب لي الجبنه والسمنه والقشطه والحاجات دي بصراحه. حاجتهم ربنا يبارك لهم فيها، في منتهى الجمال والنظافه والامانه بصراحه. هنا ده 2 كيلو. ده اول ما جت بقى هنا خدنا خرطه صغيره كده من الجنب، بصراحه كأن الواحد بياكل في قشطه، فظيع. فبألف هنا وشفا للي كل. هنبدأ بقى نعبي الجبنة دي في البوكس الكبير بتاع التلاجة ده. ال2 كيلو بسم الله ما شاء الله، يعني البوكس ياخد 2.5 مرتاح. بصوا ان الحاجة بتتعبى، جبنة ناعمة جميلة فظيعة. جبنة القريش دي من أجمل الجبن. بصوا الجبنة عاملة ازاي، بصوا النعومة بتاعتها، بصوا كأن والله ماسكة حتة قشطة، في منتهى الجمال والنظافة، وكفاية ريحتها وكفاية طعمها. نغسل كده ايدينا اهو ونكمل. هنبدأ نعبي تاني. ده اللي انا خلصت الطبق الاولاني، ده الطبق التاني. الطبق التاني يعني ماسك نفسه سنة عن الطبق الاولاني، اهو هو نفس الجبنة ونفس الطعم ونفس النعومة، بس هي ده صفى ميته شوية عن الطبق الاولاني. الطبق الاولاني كان طري شوية اهو. بصوا ده الكيلو منها ب55 جنيه، دول 2 كيلو ب110. والله العظيم اجمل جبنه في الكون. تعمليها جنب بيض، تعمليها بالشطه والزيت والشطه كده والطماطم، تعمليها بالفلفل الاسمر والطحينه والطماطم، بكل الطرق. من اجمل الاطعمه، من اجمل الجبن انا عن نفسي، يعني جمال طعم وريحه وقيمه غذائيه من كل حاجه. هي اجمل جبنه في الدنيا. طبعا احنا متعودين على الحاجات دي من زمان، من ايام اهالينا. دي الحاجات المغذيه دي بصراحه اللي بتفيد الجسم. بصوا الفتافيت اللي باقيه كانك ماسكه معلقه قشطه مش معلقه جبنه. بصوا عامله ازاي، بصوا النعومه بتاعت الجبنه، بسم الله ما شاء الله فظيعه. خطيره خطيره خطيره، بالف هنا وشفا للي ليه نصيب ياكل. هنا ادينا حبيتهم. بصوا البوكس جميل ازاي، وواخدها مرتاحه. ياخد كمان نص كيلو او كيلو كمان ويبقى مرتاح كمان. هنا هنرش عليها شويه ملح خفيفه، وهنحطها ايه في التلاجة.
تمام كده بقى. احنا هنجيب الرز ده، هجيب نص كيلو رز بسمتي، هغسله وهنقعه على ما الولاد يجوا. هنا ام يحيى جايه وهي عازمانا بقى على الغدا النهارده، فانا بجهز بقى الايه الحاجه اللي احنا هنعملها مع الحاجه اللي هتيجي. انا هنا غسلت الرز كويس قوي 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 ونقعته. هنا كنت هعمل نص بس زودت كمان شويه اهو، زودت كمان شويه عليه، بحيث ان ايه، قلت دايما الحاجه لما تفيض احسن من نحتاج، عشان الولاد الصغيرين. اصل هما بيحبوا الاكلة الفراخ دي بالعيش اكتر من بالعيش والكاتشب اكتر من الرز. هنا نقعته اهوت بالميه بعد ما اتغسل كويس قوي. طبعا الطبق ده صغير عليه، انا غيرته بعد كده لان الرز ده بيزيد جدا. على فكرة الرز الكاري دوت لو عملتيه بالرز البلدي المصري بتاعنا بيبقى احلى 100 مرة. ده رأيي برضو. هنا هنعمل بقى أحلى قالب كيك، قالب دوناتس كبيرة. هنعمل للولاد بيعشقوها طبعا من ايد تيتا. ويلا بقى نشوف المكونات بتاعتها. طبعا انا عملتها معاكم كتير بس مفيش مشكلة، نتعرف عليها تاني ونعملها مع بعض تاني وتالت ورابع. هنروح من بعض فين ان شاء الله. هنا انا ما عنديش رايب، فجبت كوبايه اللبن حطيت عليها معلقتين خل، في ثواني بقت رايب، في ثواني بقت ايه، بقت عامله زي الرايب وزي الزبادي. بصوا انا هجيبها لكم دلوقتي اهو، بصوا اهي، اهي في ثانيه يعني ما كملتش بالظبط 10 ثواني وكوبايه اللبن قلبت كوبايه رايب. الخل كده كده محسن طبيعي للكيك وللمعجنات. هنا كوبايتين دقيق، كوباية سمنة على زيت، كوباية اللبن، 3 بيضات. السكر مش كوباية زيهم، لا السكر كوباية وربع. هنا هنحط كوباية معلقة كبيرة اللي هو البيكنج باودر او الكيك شيف على الدقيق. هنا جبنا الخلاط، هنحط في الخلاط السكر اهو. السكر زي ما قلت لكم مش كوباية من دي، لا كوباية وربع، كوباية وربع من دي. انا بحب السكر زيادة شوية، هو كده مش زيادة، هو كده بيبقى الكيكة مظبوطة قوي. هنحط معاهم مع السكر ال3 بيضات زي ما متعوداكوا دايما ان انا بعمل الكيك في الخلاط. احلى كيك ام عمر، لا يعلى عليه بصراحه. يعني اي حد جربه يقولك الكيك بتاعك غريب، يعني احنا ما انت بتعمليه ازاي؟ اهو انا بعمله، هو عملته معاكم كذا مره وهنعمل مره يعني بدل المره 100 مره ان شاء الله. ده فانيليا برتقان. الفانيليا البرتقان دي بتخلي الكيك يا جماعه ملوش حل. يعني ممكن احط باكت واحد، الباكت واحد خلاص كفايه لان القالب اللي انا عامله صغير. بس انا بحب احط الباكتين، الباكتين بقى بيخلوها والله العظيم لحته جايه بالشارع قلب البيت. بصوا اللبن بقى قريب وجميل ازاي اهو، فظيع. طبعا احنا ضربنا بقى البيض بالسكر بالفانيليا. كده هنقلب عليه اللبن وهنقلب عليه السمنه والزيت في الخلاط، كله في الخلاط. وهنديهم برضو ضربه كويسه. معتبر مع بعض كده. دي معلقه لبن بودر، انت مش عايزه تحطيها ما تحطهاش مع ذره الملح. مش عايزه تحطي لبن البودر ده ما تحطوش. كده كده الرايب بيدي طراوه ونعومه للكيكه مش طبيعيه. بس انا عندي وانا متعوده عليها بصراحه. كده احنا ضربنا المكونات السائله كلها في الخلاط. وبحط عليها هنا نص ليمونه. النص ليمونه دي يا جماعه، عصير النص ليمونه ده بيخلي للكيكه استحاله تشم ريحه زفاره، بيخليها مش طبيعيه. انا هنا بحط اغلبيه المكونات الناشفه مع السائله في الخلاط وبتتضرب كلها مع بعضها في الخلاط. انا عندي الخلاط قديم وقديم قوي، يعني مش قديم شويه، لا قديم قوي، فما بياخدش كميه الدقيق كلها. فبحط على قد ما هو يقدر يلف، والباقي بحطه ايه على الدقيق في البوله اللي فيها الدقيق اهو مع بعضه كده. وهحطه اهو، هنصفي كل اللي في الشفشه على الدقيق اللي باقي في البوله اهو، ونضربه براحتنا خالص. اضربي براحتك خالص زي ما انت عايزه، بايديكي اضربي، بمضرب كهرباء اضربي زي ما انت عايزه اضربي، ما تقلقيش. هنا القالب ده انا بعشقه، والبنات كمان اللي هم الاحفاد والولاد بيحبوه جدا. شكل الدوناتس الكبيره كده شكله لطيف قوي بصراحه. هنا انا مسحته مسحه زيت وهحط عليه رشه الدقيق اهي. بنفضه بقى كده على العجين بتاع الكيك. مفيش مشكله لان اللي نازل اللي انا نزلته نفضته عليها حبه خفاف، يعني مش هيأثروا معاه اهو. انا كده كده هديها ضربه قبل ما احطها في القالب اهو. هنقلبها بقى، هنقلب عجينه الكيك بتاعتنا في قلب القالب بتاعها. بصوا الجمال، بصوا القوام، حاجه يعني ظبط الظبط ما شاء الله لا قوه الا بالله. صفي البولة بتاعتك ونضفيها كويس ونزليها كلها في القالب بتاع الكيك بتاعك اهو. خسارة ما تبقيش حاجة، حرام. نظبط بقى القالب بتاعنا كده على الرخامة كام خبطة كده. طبعا انا مشغلة الفرن على 180 من قبل ما ابدأ.
هنا بقى كانوا الولاد جم، هي جايبه معاها الاكتاف اللي هي الاكتاف والجوانيح بتاعت الفراخ دي متبله جاهزه، اللي انا حاططها في الحله، وادي الرز انا نقلته في الطبق اللي هو كان مكان الكيك، لان الطبق التاني كان صغير عليه. كده منقوع بقاله يجي نص ساعه، ادي الكيك طلع، يا جماله يا جماله يا ام عمر، وعلى الجمال وعلى اللون وعلى الريحه اللي قلب البيت وقلب الشارع كمان، بسم الله ما شاء الله، ايه الجمال ده. هنا بقى هنقلبه عشان نشوف بقى الجمال، اللي البنات واقفين على فكرة، الولاد واقفين حواليا، بصوا بسم الله ما شاء الله. هنا اول ما نزل من القالب فيروزة قالت دوناتس. بصوا جمالها تحفة، يعني القالب ده بصراحة انا بحبه في الشكل قوي، شكل الدوناتس الكبيرة كده، وشكله جميل وفي منتهى الجمال والشياكة والذوق، لما يتقدم كمان قدام اي حد مع شاي او قهوة. بصوا هنا الولاد الولاد هنا فرحانين وبيقولوا لكم باي باي وعمالين يعملوا لكم لايك. دي فيروزة القمر، التانية الأولانية كانت ديدا، ده التوأم بتاع ابني، ربنا يخليهم ويبارك فيهم يا رب. ده ابني ياسر. لازم طبعا يعمل زيهم، يعني ازاي بقى. لا 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 لا، مش عارفة ايه دي يعني. بيقول لكم اعملوا بقى لايك. هنا ادينا خلصنا، انا غطيتها وركنتها هي في جنب. هنا بقى بدأنا كل التتبيلات دي هي جايباها معاها جاهزة بصراحة. يعني انا ما عملتش اي حاجة، هي الفراخ جايباها متبلاها قبلها بيوم عندها هناك في التلاجة، وادي كمان التتبيلة اللي هي الناشفة جايباها معاها، والتتبيلة السايلة هي برضو جايباها معاها. هنا هي بيتظبط بقى، بصوا الكتاف جميلة وكبيرة، والكيلو منها يا جماعة ب60 جنيه. يوم ما تجيبي كيلو انت وولادك، طبعا على حسب عدد الأسرة، والله جميل جدا وبيمشي ويعمل يوم في منتهى الجمال والطعامة، وأكلة يعني أنا بعشقها الأكلة دي، ما هي عارفة إن أنا بحبها، عشان كده دايما وقت للتاني تعملها لي، ربنا يا رب يبارك لها. فدي بقى ام يحيى اللي هي اللي شغاله دي، مش انا بصراحه انا اللي بصور، وهي بقى اللي شغاله، ربنا يديها الصحه، هي اللي عماله تعمل، هي شاطره قوي في الاكله دي، من الحاجات اللي هي بتعملها حلوه قوي، يعني دايما يعني عاده كل واحد في عنده حاجه بيعملها مميز فيها، هي مميزه في الاكله دي قوي، يعني كلنا بنحبها من ايدها. اهي ادي اللي بتطلعها من التتبيله اللي هي بايته فيها تقريبا زبادي ولبن ومع البهارات، وبتدخلها في التتبيله التانية نفس النظام، اللي هي اللي فيها الكاري بقى الاصفر والحاجات دي. كل الحاجات دي انا هبقى اعملها معاكم في مره تانية، وابقى اعمل لكم التتبيلات قدامكم، بس والله الحاجه جايه جاهزه فغصب عني. وبتنزلها في التتبيله اللي هي الجافه، اللي هي دقيق ونشا وبرده توابل وكل البهارات محطوطه فيها، وتنفضها بقى عشان تديك الخروشه كده، الشكل المجعد كده بتاع الكنتاكي، القطع الفراخ اهو، بتطلع من هنا تحط هنا تحط هنا وخلاص اهو. اكل جميله جدا ومش هتكلفك كتير، يعني يوم ما تجيبي كيلو ونص مع نص كيلو رز من بتاعنا اللي هو المصري ده، هتلاقي الاكله كلها ما كلفتكيش في حدود مثلا 100 جنيه، وعملتي يوم جميل لاولادك، وعملتي اكله طعمه وجميله ومحبوبه للكبير وللصغير. وممكن ما تعمليش جنبها رز خالص، انت ممكن تعمليها وجنبها كاتشب وعيش، تحفه تحفه اهو. بتغلفها هي كويس، هي بتغلفها وتمسكها تكبسها كده، وبعدين تمسكها تنطورها كده عشان تدي التجاعيد بتاعه الخرفشه بقى، بعد ما بتستوي كده تحس ان هي خشنه كده ومقرمشه. هنا نبدا نقلي اهو، الزيت حامي، الفراخ على فكره نيه، يعني الفراخ متبله وهي نيه. هنا زيت حامي هنحطه اهوت، وهنحط الفراخ كلها فيه، وبعدين بنهدي النار وبنغطي، لان الفراخ نيه عشان الفراخ تستوي على راحتها اهو. بصوا يا جماعه اللون، الفراخ طلع لونها جميل ومقرمشه وتحفه تحفه، بصوا الجمال اهو. احنا الاتنين مع بعض. والله لما التجميعات دي تبقى جميله ولذيذه، ويبقى اليوم جميل قوي، والولاد وربنا يخلي يا رب، ربنا يسعد قلوبكم وقلوب ولادكم ويرزقكم برهم، امين يا رب العالمين. هنا هنبدا نطلعها. طبعا انت لو عندك مصفى والحاجات دي بتبقى احسن، بتحافظ على القرمشه بتاعتها. هنا انا حطيتها بصراحه على المناديل، علشان انا الزيوت والحاجات دي بحب اصفيها كويس.
بصوا بقى الجمال، وبصوا اللون، بصوا اللون بتاعها، اللون الذهبي، بصوا التجاعيد بتاعتها والخرفشه بتاعتها كأنك جايباها يعني من عند الحاج كنتاكي. جمال مفيش كده. تسلم ايديك يا ام يحيى، جميل. اهو هنبدأ نحط كمان تاني نفس النظام بقى، احنا يعني عملناها كلها بنفس الطريقة. اهي دي اخر حاجة بقى احنا بنعملها. طبعا هي كانت جايبة 2 كيلو، احنا عملنا حوالي من كيلو وربع، وسيبنا الكيلو الا ربع دوت، الباقي سيبناها للغايبين اللي هيجوا بالليل على العشاء. فوالله والكيلو وربع يعني غرقنا وفاض، بسم الله ما شاء الله. الاكل كان كتير قوي. يعني بصراحة أكلة فظيعة، أنا من الأكلات اللي بحبها جدا جدا. أهو أدي بتتغلف وتديها النطورة كده وإيه، عشان تديك الكرمشة والتجاعيدة كده بتاعت الإيه القرمشة بتاعتها. إحنا هنا هنبدأ نعمل الرز. دي بصلاية وسط أنا نعمتها في الكبة أهي. بتحط هي فيها اللي هو البهارات بتاعت الكاري أهي، ودي مرق الدجاج، وحطيت انا نص معلقه اللي هي حبهان، على اللي هي السبع بهارات، حبهان ورق لوري والحاجات بتاعتها دي والقرفه. هنا بتقول لي اصفي الرز، قلت لها يلا بايدك بايدك، يلا خلي البساط احمدي، يلا بالصلاه على النبي كده. مفيش احسن من البلدي، البلدي يوكل. اهو انا احب الطبيعه في كل حاجه. اهو ونقلب بقى الرز في قلب البصله بتاعته، ما بتحمرش، يا دوبك بتدبل، بتحطي فيها بهاراتها ويتقلب بقى كويس، وتظبطي ملحها وتظبطيها وتظبطي ميتها اهي. حطي بقى الميه عليها مغليه على طول، اوعي تحطي ميه بارده. اظبطي ميتها وخلي بالك ان الرز منقوع، يعني ما تخليش الميه زياده عشان ما يعجنش منك. هو كده كده رز ما دام منقوع بيبقى طري. فاديها بقى تقليبه كده ونظبط الملح بتاعها ونغطيه، واول ما يغلي بنهدي عليه النار كانك بتعملي رز عادي خالص. اهو هي هنا انا سايباها على راحتها خالص، هي بتجيب الملح وبتظبط حاجتها، انا سايباها على راحتها خالص، لان هي لما بتبقى بتعمل حاجه بتحبش حد يشاركها، عشان هي تبقى اللي عملتها لوحدها يعني ايه. واحنا قاعدين بناكل، ايه رايكم انا اللي عامله، انت فاهمين ازاي كده يعني. فانا سايباها على راحتها خالص. هنا هي ظبطت الرز الملح واتغطى. هنا بقى الشرب هنحط عليه على وشه الزبيب، دي خطوة برضو انت عندك حطي، ما عندكيش براحتك، دي خطوة زي ما تحبي. احنا بنحب الرز ده معاها اللي هو الزبيب، بنحطه بقى في الاخر خالص قبل ما نطفي مثلا ب5 دقايق كده. الزبيب بقى بياخد طعم وريحة ومن بعضهم كده، والزبيبة بقى بتسخن مع الرز وبيبقى فظيع بصراحة. اهو بسم الله ما شاء الله، تسلم ايديك يا ام يحيى. لو كده خلصنا. بصوا بقى يا جماعه اهو بصوا الفراخ، بصوا الفراخ انا بقطعها قدامكم اهي مستويه لدرجه الهري، يعني انا بقطعها مستويه لدرجه انها مهريه، والله العظيم نار انا مش عارفه امسكها اهو، مش عارفه خالص. بصوا بقى احنا هنا خلصنا. بصوا الرز كل ما اعمله بالقالب يروح ايه واقع، بسم الله ما شاء الله عليه، ناعم وطري لدرجه ان هو مش عايز ياخد الشكل بتاع القالب. عدته كذا مره مش عايز ياخد الشكل، فقلت له والله ما انا عايداك وخليك زي ما انت كده بنفس الشكل بتاعك كده. ايه رايكم بقى في الاكله الحلوه دي؟ اكله بسيطه وجميله ومنتهى البساطه والجمال والسهوله، ومش مكلفه خالص، ومع شوية الكاتشب اللي احنا حاطينهم دول وعيش، وتكفي بسم الله ما شاء الله عيلة كاملة تاكل وتشبع وتنبسط، وفي منتهى الجمال. وبألف هنا وشفا يا رب، ومطرح ما يسري يمري. تسلم ايديك يا ام يحيى. والكيكه بتاعتي بقى ما كانتش بصراحه بقى، يعني انا عماله اقول ام يحيى ام يحيى، طب الكيكه بتاعتي كانت فظيعه والله كمان. بصوا هنا انا وهي بقى نعمل لكم لايك مع بعض اهو، لايك مشترك. فين اللايك المشترك بتاعنا وهي؟ اهو. يلا يا حبايب، ألف هنا وشفا، وكل سنة وأنتم طيبين ومطرح ما يسري يمري، ونشوفكم على خير في فيديو جديد بإذن الله، ومع ألف سلامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.